عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقة بتاعت النهاردة هنشتغل شغل سيرولوجي، شغل اللاتكس. الاجليوتينيشن عبارة عن ريجنت بتحضر من حاجة اسمها لاتكس بارتيكلز، بتكون عبارة عن حبيبات. الحبيبات دي بتكون كوتد اي مبطنة بانتيجين او انتي بودي على حسب نوع التفاعل. الريجنت بتاعنا الكوتد بالانتيجين او مبطن من سطحه بالانتيجين انتي بودي، ده هيكتشف، يعني هو لو مبطن بانتيجين يبقى اذا هيكتشف انتي بودي. وليكن عايز اعمل سي ار بي، سي رياكتيف بروتين، هو بروتين من ضمن بروتينات الالتهاب اللي بيفرز من خلايا الكبد في حاله انفلاميشن او اي التهاب في جسم المريض بتاعي. طيب انا عايز اعمل الاجليوتينيشن ميثود او طريقه اللاتكس دي، السيرولوجي دي، طبعا هي تمشي مع السي ار بي والار اف والاي اس او الفيدال البروسيلا، كلهم بيمشوا بنفس المنطق اللي هو انتيجين انتي بودي رياكشن. وجود الانتيجين اللي موجود من الرياجنت نفسه المبطن على سطح البارتيكلز الحبيبات دي هو ده الكاشف بتاعنا. وعند السيروم بتاع المريض يبقى بنشتغل من عينه سيروم. كل شغل السيرولوجي بالوضع ده. هضيف الرياجنت على السيروم كميات متساويه، ايكوال فوليومز، كميتين متساويتين. لو الانتيجين لقى الانتي بودي بتاعه هيحصل ان هم هيمسكوا في بعض، هيعملوا حاجه اسمها اجليوتينيشن، تلزم بالعربي. هتلاقي الحبيبات اللي هي مبطنه بالانتيجين مسكت في الانتي بودي لو موجود في سيروم المريض، وعملت شكل زي جلطات كده هنشوفها مع بعض في العمل النهارده ان شاء الله. الطريقه بتاعتنا في حاجتين، في حاجه اسمها كواليتيتيف ميثود، اي طريقه كيفيه، بمعنى ان هو بيقول ان النتيجه دي بوزيتيف او نيجاتيف فقط، اللي هو زي ما احنا قلنا ايكوال فوليومز، كميتين متساويتين، مثلا 25 مايكرو من الرياجنت بتاع السي ار بي على 25 مايكرو من الرياجنت بتاع او السيروم بتاع البيشنت بتاعي، واعمل ميكس خلال دقيقتين. ده كله موجود في البامفلت اللي هنشوفه مع بعض. خلال دقيقتين ببتدي اشوف حصل تلزم ولا لا. لو حصل تلزم يبقى النتيجه بوزيتيف، ده كواليتيتيف، نتيجه كيفيه، ما تحددش ارقام. طيب لو حصل ان مفيش تلزم وسلبي، طبعا ده بيفحص بالعينه المجرده. دي معلومه مهمه جدا، شغل السيرولوجي كله ما بيفحصش بالميكروسكوب. ليه؟ لان انا قلت ان اللاتكس في البدايه هو عباره عن حبيبات، وانت لو جيت تشوفها تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه حبيبات اصلا، فبالتالي هتديك نتيجه ايجابيه كاذبه، انت تشوف حبيبات او تلزم. طيب هنشتغلها الطريقه اللي احنا قلناها دي، الايكوال فوليومز، طلعت بوزيتيف. هل دي النهايه؟ لا، دي كده كواليتيتيف، ادت بوزيتيف او نيجاتيف. ادت بوزيتيف محتاج تعمل حاجه اسمها السيريال ديليوشن، ودي اهم نقطه في موضوع النهارده اللي هو السيريال ديليوشن. ليه؟ لان النتيجه لو طلعت بوزيتيف مش هتسلمها للمريض وتقول له بوزيتيف، مش هيدي اهميه كلينيكيه ولا مهمه للطبيب ان هو يحدد ان كان ايجابي او سلبي، بس هو محتاج يعرف التتر. التتر ده اعرفه ازاي؟ ان انا بعمل حاجه اسمها سيريال ديليوشن، اي تخفيف متتالي متضاعف. بمعنى ان انا لو عندي مثال كوبايه الشاي اللي انا بحب اذكره دايما، لو انا عندي نص كوبايه شاي، الشاي لونه احمر ايا كان تبصره تقيل او خفيف، قلنا ان النتيجه هتظهر ايجابي، انا مش هسلمها للمريض ايجابي، لازم احدد له التتر، لان بناء على التتر ده الطبيب هيحدد شده المرض ويبتدي يعالج المريض. طب التتر ده انا بحدده ازاي؟ زي ما قلنا كده فكره كوبايه الشاي، بمعنى انا عايز اعرف الاجسام المضاده اللي عند المريض هي واصله كميتها لحد قد ايه. بمعنى انا بسحب عينه سيروم زي ما قلنا على انبوبه فاضيه ناشفه، او الريد تيوب اللي بيكون احيانا فيها اكتيفيتور بيسرع من عمليه الجلطه عشان اوصل للسيروم. طيب وبعدين فكره كوبايه الشاي عشان تفهم فكره السيريال ديليوشن، التخفيف المتتالي، جايه منين؟ انا لو عندي كوبايه شاي لونها احمر، كميه الحبيبات الشاي، التفل بتاع الشاي اللي بيدي الاحمرار ده هو همثله بكميه الاجسام المضاده اللي انا بدور عليه. لو انا عندي 4 كوبايات نصهم ميه، عندي حاطط كده عندي 4 كوبايات، كل كوبايه فيها نصها ميه، وجبت نص كوبايه شاي، فضيت نص كوبايه الميه عليها نص كوبايه الشاي، هتلاقي ان اللون خف، لون الشاي خف. هعمل ميكس بين الكوبايه اللي هي النص والنص دي، فاللون اخف، وارجع اخد من نص من كوبايه الشاي اللي على بعض اللي خفت دي نصها، احطها على نص كوبايه الشاي الثالثه او نص كوبايه الميه الثالثه، وهكذا بالتكرار لحد ما اوصل لان لون الشاي الاحمر ده يختفي. هي دي الفكره بتاعه السيريال ديليوشن، ان انا بقعد اعمل تخفيف متتالي متضاعف للسيروم بتاع المريض علشان اشوف اعلى تخفيف يحصل فيه ايجابيه. بمعنى انا احط السيروم على 50 مايكرون من الديستال ووتر او الصلاين، خلينا صلاين، يبقى انا هجيب 50 مايكرون سيروم عليهم كميه نفسها بالظبط 50 مايكرون من الصلاين، محلول الملح الفسيولوجي تركيز 9 جرام بر لتر. طيب اضيف 50 مايكرون سيروم على 50 مايكرون من الصلاين، كده السيروم ده وليكن بشكل رقم كده عشوائي وليكن فيه 50 جسم مضاد. لما انا حطيته على 50 مايكرون ميه او 50 مايكرون صلاين، اتقسمت كميه السيروم، بدل ما كان 50 في 50 مللي في 50 مايكرون بقى 50 في 100 مللي. لو انا سحبت منهم 50 من الميكس ده هيقل النص،
بقعد اعمل الموضوع ده بالتتالي 50 على 50 واعمل ميكس واسحبهم على 50 تانيين من الصلاين واعمل ميكس، نفس فكره كوبايه الشاي، وفي الاخر اوصل لان ايه اخر تخفيف ادى نتيجه سلبيه، يبقى اللي قبله الايجابي هو ده التتر الايجابي. بقول بوزيتيف مثلا 1 على 2 يبقى بوزيتيف 2، بوزيتيف 6، بوزيتيف 12، بوزيتيف 24، وهكذا. كل ده انت مش هتفهمه اكتر الا لو اشتغلناه مع بعض عملي ان شاء الله. يلا بينا. طبعا علشان اشتغل السيريال ديليوشن في عندنا طريقتين. الطريقه الابسط طريقه الشريحه، طريقه السلايد. بجيب شريحه زي دي بيكون لونها معتم. ليه؟ لان انا عندي الريجنت اللي هو عباره عن اللاتكس، الحبيبات اللي هي كوتد بانتيجين بتاع السي ار بي، عباره عن مبطنه بانتيجين السي ار بي عشان تكتشف لو في اجسام مضاده ضد الانتيجين ده ولا لا، فنقول ايجابي او سلبي. طبعا عندنا الحاله بتاعتنا البوزيتيف دي كانت بوزيتيف سي ار بي ايجابي لما حطينا كلمتين مع بعض، وهتصورهم لك في اخر الفيديو الشكل الايجابي مباشر مع بعض. طيب انا لو عايز اعمل سيريال ديليوشن محتاج ان انا هيكون عندي الريجنت بتاعي والسيروم، العينه السيروم ومحلول الملح اللي انا هشتغل منه. هسحب على 5 أو 4 ولات زي ما احنا هنشوف كده، 50 مايكرون من الصلاين في 4 أو 5 ولات. اول ويل ده بفكره الشريحه، عشان ليه في فكره اليوتيوب برضه هنشوفها مع بعض. ادي 50 مايكرون من الصلاين وهنكررها على بقيه الولات. كده عندي مثلا وليكن 4 تخفيفات، ده مثال وانت هتفهم منه. هنيجي على اول ويل رقم واحد دي، ونضيف نفس الكميه بتاعه الصلاين محلول الملح. لو انا حاطط 25 يبقى احط عليها نفس الكميه 25. انا حاطط 50 صلاين يبقى محتاج ان انا 50 مايكرون من العينه السيرم بتاعنا، وابتدي اعمل ميكس كويس جدا. اهم حاجه في الحته دي الطريقه وانت بتقلب. ليه؟ لان ما ينفعش تحطها بعيد عن الدايره لان هتوسع منك، مش هتعرف تعمل ميكس كويس. لان انت مطلوب تضيف ال 50 مايكرون سيرم على الويل ال 50 مايكرون صلاين عشان تخفف الانتي بودي اللي موجود، وبعد كده بترجع تسحب من الميكس ده 50 وتنقله على الويل اللي بعده، وبعد كده تقلب ميكس وتسحب 50 وتنقله على الويل اللي بعده. هتشوف دلوقتي، ركز في الطريقه. هتنزل ال 50 مايكرون سيرم في منتصف وتقعد تسحب وتنزل. لو انت شايف كده مركز، انا بسحبهم في نفس المكان. بعد كده طلعت ب 50 مايكرون من الميكس، فده بقى ميكس من الريجنت من السيرم والصلاين. وارجع تاني على الويل التانية وانقل واعمل ميكس اكتر من مره، واطلع ب 50 تاني وعلى الويل التالت. اتمنى ان يكون باين، واطلع بيه على الاخيره. واخر 50 مايكرون هرميهم، مش محتاجهم في الوسط. فبقى عندي 4 تخفيفات. اول تخفيف ده انا مخفف السيرم 1 ل2. ليه؟ لان انا حاطط 50 مايكرون من السيرم على 50 مايكرون صلاين، فبقى كل كام 100 مايكرون. الجزء كام؟ الجزء اللي هو 100 اللي هو 50 سيرم، ف50 الى 100 يبقى 1 الى 2، الجزء الى الكل. فكده التتر ده اول واحد ده 1 ل2، اللي بعده بيتضاعف، فده بقى 1 ل4، اللي بعده 1 ل8، اللي بعده 1 ل16. وعلى حسب التست اللي انا هشتغله، وليكن سي ار بي، فبقول ان الفاكتور بتاع السي ار بي 6. وبالتالي لو ده هو ايجابي، يعني لو انا عملت ده حطيت عليه الريجنت دلوقتي الكاشف، لان انا عندي دلوقتي بمثابه دي سيروم بس متخفف بتخفيفات متدرجه. وليكن الاولاني ده ادى ايجابيه لما احط عليه الريجنت بتاع السي ار بي ده، ايه اللي هيحصل؟ هقول النتيجه كام؟ هنعتبر ان ده سلبي وده سلبي وده سلبي، اول واحد بس اللي ايجابي. انا قلت ده متخفف بنسبه 1 الى 2. انا عندي الفاكتور بتاع السي ار بي 6، هقوم ضارب الاثنين في ال6 يبقى النتيجه بوزيتيف 12. يبقى كده فهمناها منين؟ ان اول تخفيف بنسبه 1 الى 2 جبناها منين؟ انا ضايف 50 مايكرون سيروم على 50 مايكرون صلاين، فبقى الجزء الاصلي عند السيروم 50 وكل المحلول 100 مايكرون، ف50 الى 100 اللي هي 1 الى 2. وبعملنا تخفيف متتالي متضاعف اللي هو السيريال ديليوشن، وبالتالي هيتضاعف التخفيف. ليه؟ لان ده 1 ل2، فحطيته على صلاين، ده صلاين، فبقى هيبقى متخفف 1 ل4 وبعد 1 ل8 1 ل16 وهكذا. ده المبدأ بتاع السيريال ديليوشن. طيب ده متخفف مرتين، ده متخفف 4 مرات، ده متخفف 8، ده متخفف 16. الفاكتور ده حاجه ثابته في كل تيست، بمعنى ان الاي اس او الفاكتور بتاعه
الايجابيه بتاعته بتبدا من 200. فبمعنى لو انا شغال ده دلوقتي سيريال ديليوشن للسيرم متخفف، لو حطيت ريجنت الاي اس او وطلع ده اول واحد تخفيف ايجابي واللي بعده ده سلبي، يبقى ساعتها النتيجه كام؟ الفاكتور بتاع الاي اس او 200 وده متخفف 2 1 ل 2، يبقى هضرب 2 في ال 200 بتوع الاي اس او يبقى النتيجه بوزيتيف 400. طب هو انا هشتغل سي ار بي، هضيف دلوقتي 50 مايكرون 1 دروب، ال1 دروب بتاعتنا بتبقى بمثابه 50 مايكرون، لازم نفس الكميه كلهم ايكوال فوليومز، فانا هضيف ال 50 مايكرون على الويل ده. هنشوف وليكن ده طلع سلبي، يبقى النتيجه كانت ايه؟ فكر كده، يبقى النتيجه سلبيه؟ لا مش سلبيه، لان ده اول تخفيف. ساعتها اول تخفيف ده ان احنا قلنا هنضرب 2 في الستاندر بتاعنا اللي هو الفاكتور بتاعنا اللي هو ال6، فلو ده سلبي يبقى النتيجه بوزيتيف 6 لان ده متخفف مرتين، فهو اخر تخفيف ادى ايجابي يبقى هو ده البوزيتيف. فانا عندي الايكوال فوليومز اللي هو السيرم مع الريجنت بشكل مباشر كان ايجابي للحاله دي، فلما احط اول تخفيف مع بعض ويدي سلبي يبقى ساعتها النتيجه 6 مش سلبيه، لان ده مخفف كام؟ 1 ل 2. طب هنشوف ونعمل ميكس، هنجيب كليبس كده اصفر صغير ونحط الميكس ده ونقلبه دائري كده ونرمي في الوسط ونشغل التايمر بتاعنا عندنا لمده دقيقتين. اكتر من دقيقتين ما تاخدش قرايه، واقل طبعا يبقى انت لسه، وتشوف تعمل ويل كده تقلبه ايه دائري لحد ما تشوف ظهر حبيبات زي تلزن كده واضح ولا لا بالعين المجرده. هحاول اظهرها لك لما تظهر. طبعا هي ظهرت بس انا مش عارف انت هتشوفها في الكاميرا ولا لا، بتلاقي في حبيبات كده ايه ظهرت. هتلاقي في حبيبات. طبعا طريقه السلايد ممكن ما تظهرلكش في الكاميرا، لكن في طريقه اليوتيوب بتلاقي الحبيبات والتلزن واضح. طبعا طالما التتر ده ظهر يبقى مضطر ان انا احط في الويل اللي بعده، عشان لازم اخر تتر سلبي ما بيديش يبقى النتيجه هي الاخر واحد ايجابي. يعني لو ده طلع سلبي يبقى خلاص ده اخر تتر او اخر تخفيف مدي ايجابي، يبقى ساعتها ده بتخفف 1 ل 2 يبقى 2 في 6 يبقى النتيجه دي هتبقى بوزيتيف 12. وغالبا هو مش هيدي في التتر اللي بعده لان هو مدي تلزن بسيط في التتر ده في التخفيف ده. هعمل نفس اللي عملته ميكس في التخفيف التاني اللي هو 1 إلى 4، ميكس واقلب نفس الكلام وارمي التبس في الوسط واقلب. هعمل ميكس زي ما انا شايف كده وانتظر خلال الدقيقتين. طبعا الدقيقتين كانوا لسه شغالين معايا في الاولاني، فانا استغلالا للوقت كملت عليه عشان ما نقعدش ننتظر دقيقتين ورا دقيقتين. انت ممكن تحط في كل الولات اللي خففتها ريجنت بس عشان ما تهدرش ريجنت. وهننتظر مدة الدقيقتين وهنشوف النتيجة. كمل الدقيقتين شوف النتيجة. طبعا هو الدقيقتين خلصوا والتتر اللي هو التخفيف 1 ل 4 ادى سلبي، فتبقى النتيجه بوزيتيف. التتر ده كنا قلنا متخفف 1 إلى 2، يبقى هضرب 2 في السي ار بي فاكتور اللي هو 6 اللي هو الايجابيه بتاعته بتبدا من 6، يبقى النتيجه بتاعه المريض ده بوزيتيف 12 بطريقه السلايد، وده السيريال ديليوشن. هنشتغلها مع بعض في اليوتيوب برضو عشان تكون اوضح، ونفس الفكره بالظبط نفس الطريقه بس بنعملها في انابيب. هنشوفها مع بعض ان شاء الله وركز معايا.